السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا. قرعة دوري أبطال أوروبا، قرعة دور ال16 بعد تأهل جميع الفرق من الملحق. طبعا راح أحاول بسط فكرة القرعة، لأنه في كثير لغط وفي كثير أمور حاصلة بالسوشيال ميديا، في ناس ما عم تفهمها. فراح أحاول أسحب القرعة وأحاول أتوقع المباريات بدور ال16، في نفس الوقت أبسط كيفية سحب القرعة. طبعا بالبداية لازم تفهم هاي الصورة صح. القسم اليمين هو المتأهلين من دور الملحق، وبالطرف المقابل يقابلهم الفرق اللي احتمال تواجهها. فأنا حطيت الفرق المتأهلة من الملحق بهذا الوعاء، ورح نسحب شبه قرعة يعني. فرح أحاول أتوقع طريقة السحب، وبنفس الوقت تبسيط لفكرة سحب قرعة دوري أبطال أوروبا مرحلة دور ال16. فراح نسحب مع بعض ونتوقع المباريات. في كل فريق له احتمالين، مثل ما شايفين باريس احتمال يواجه برشلونة أو تشيلسي، بالمقابل في نيوكاسل عنده نفس الاحتمالات. فطريقة السحب لما نسحب المباريات راح يصير فهم للموضوع. طيب راح نبدأ. الفريق الأول طبعا أنا سحبت من اللي تأهلوا من الملحق. الفريق الأول هو باير ليفركوزن. باير ليفركوزن احتمالات خصومه هم فريقين، احتمالين. بالمقابل نفس الاحتمالين في فريق ثاني راح يواجه واحد من هذول الفريقين. فباير ليفركوزن في عندي 8 أوعية. أنا راح أوزع المباريات حسب طريقة اليوفا. فراح أوزع باير ليفركوزن المباراة الأولى أحد خصومه هو أرسنال وبايرن ميونخ، فأنا حطيت هذول الفريقين بوعاء واحد. فراح يكون معنا أرسنال بايرن ميونخ. طبعا هذا وعاء بايرن ميونخ وأرسنال، فراح نسحب أحد الفريقين ويكون عندنا أول مباراة. الاحتمال الأول باير ليفركوزن أرسنال. بايرن ليفركوزن أرسنال المباراة الأولى. فهيك مع سحب احتمال من هذول المباراتين بيبقى الاحتمال الثاني هو مباراة أخرى. فتلقائيا بتطلع عنا مباراة أتلانتا وبايرن ميونخ. تبقى هاي ورقة بايرن ميونخ، راح استنى ورقة أتلانتا ونحط معاها. فحاليا بسحب ورقة واحدة طلع معانا مباراتين، وهاي طريقة اليوفا بالبطولة الحديثة لدوري أبطال أوروبا. فبنسحب ورقة ثانية، احتمال تطلع أتلانتا عشان ما يصير غش وما بعرف أي ورقة من هذول. فبنسحب ونشوف جالاتا سراي. جالاتا سراي في له احتمالين اللي هم ليفربول أو توتنهام. فبنحط ورقة جالاتا سراي بوعاء، وراح تكون جالاتا سراي أحد أطراف المواجهة. راح نسحب من وعاء ليفربول وتوتنهام ونشوف مين راح يلاقي جالاتا سراي حسب القرعة اللي أنا عم أساويها. جالاتا سراي توتنهام راح تكون إحدى المباريات اللي توقعتها حسب القرعة. فممكن تزبط كل القرعة، لأنه احتمالات المواجهة هي أي فريق متأهل من الملحق عنده خيارين بس. فاحتمال 50% من المباريات تزبط أو 100% من المباريات تزبط، لأنه الاحتمالات ما كانت مثل الأول. ما كان في 4 مجموعات ولا في مثل النظام القديم. فعندك أي متأهل من الملحق عنده احتمالين، مثل جالاتا سراي عنده احتمال توتنهام أو ليفربول. فممكن هاي المباراة تزبط، ممكن تنقلب تصير ليفربول ضد جالاتا سراي. والاحتمال الثاني اللي هو أتلتيكو مدريد ضد أحد الفريقين توتنهام أو ليفربول. فحاليا صار عندنا 4 مباريات: أرسنال باير ليفركوزن، بايرن ميونخ أتلانتا، وجالاتا سراي ضد توتنهام، ليفربول ضد
اتلتيكو مدريد. فحاليا راح نحط، صار عندنا 4 أوعية جاهزات و4 مباريات جاهزات. فهذا ليفربول، ورقة ليفربول اللي كانت مع توتنهام، أحد خيارات جلاتاسراي وأحد خيارات اتلتيكو مدريد. فبنحطها بوعاء، راح تكون ليفربول ضد اتلتيكو مدريد. مع خروج أي خيار فخلص الخيار الثاني بيكون جاهز. راح نسحب ورقة ثالثة من وعاء الفرق المتأهلة من دور الملحق، وبنشوف. خلينا أخربط شوي. ريال مدريد عنده خيارين للمواجهة، فراح نحط وعاء ريال مدريد ونشوف مين المحتملين لمواجهة ريال مدريد، اللي هم لشبونة ومانشستر سيتي. بالمقابل بودو جليمنت عنده نفس الخيارات. فلما تطلع مباراة مثلا ريال مدريد ضد لشبونة أو ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، فالخيار الثاني بياخذه بودو جليمنت. فحاليا راح نشوف وعاء لشبونة ومانشستر سيتي. نشوف المباراة اللي ممكن تطلع لريال مدريد. فسحبنا ورقة. سبورتنج لشبونة هو خصم ريال مدريد بدور ال16 حسب القرعة اللي أنا عم أسحبها طبعا. فبنشوفكم إن شاء الله. بنحكي عن تفاصيل المواجهات اللي راح تصير رسمية أصلا بعد القرعة، لكن هذا فيديو تجريبي، وبنفس الوقت هو شرح لكيفية سحب قرعة دور ال16. لأنه بصراحة أنا شفت كثير فيديوهات، رغم أني أنا فاهم طريقة سحب القرعة، لكن بعد ما شفت الفيديوهات صار عندي لخبطة بالموضوع. فحبيت أنزل هذا الفيديو قبل 12 ساعة من سحب القرعة، وهاي طريقة مقربة لطريقة اليوفا بالسحب. طبعا هن بيسحبوا إلكترونيا، لكن أنا حبيت أسحبها عن طريق الأطباق أو الأوعية. فيكون عندنا 8 مباريات، أنا حطيت 8 أوعية. وحاليا الخصم المحتمل لريال مدريد لشبونة وقع مع ريال مدريد بنفس المباراة حسب السحب اللي أنا سويته. فحاليا صار عندنا 6 مباريات، لأنه بودو جليمنت راح يلاقي مانشستر سيتي، بايرن ليفركوزن، بايرن ميونخ، أتلانتا، توتنهام راح يلاقي جلاتاسراي، وليفربول ضد اتلتيكو مدريد، سبورتنج لشبونة ضد ريال مدريد، ومانشستر سيتي ضد بودو جليمنت. فبيضل عندنا وعاءين فارغات. راح نشوف. طبعا حاليا ممكن يطلع خصم سحبنا مباراته بسبب الاحتمالات اللي كانت موجودة. بنسحب بودو جليمنت اللي هو خصم مانشستر سيتي، تطلع المباراة. فبنفتح كل الأوراق. بودو جليمنت مانشستر سيتي مباراة. أيضا نسحب من وعاء الفرق المتأهلة. أتلتيكو مدريد هو خصم ليفربول، سحبناها أو ما سحبت، تم معرفتها تلقائيا بعد معرفة خصم جلاتاسراي. نسحب ورقة ثانية. نسحب ورقة أخرى من وعاء أتلانتا، هو خصم بايرن ميونخ، تم سحبها بعد معرفة خصم ليفركوزن. وبتبقى ورقتين باريس. خصوم المحتملين هو تشيلسي وبرشلونة. بالمقابل عندنا الورقة الأخرى اللي تبقت، وهي طبعا معروفة، باقي نيوكاسل يونايتد. فعندنا خصمين. أنا راح أسحب خصم باريس لأني سحبتها أول شيء. بعد سحب خصم باريس سان جيرمان راح يكون تلقائيا خصم نيوكاسل يونايتد معروف، لأنه باقي فريقين. بسبب سحب هذا الخصم راح يكون الخصم الثاني معروف اللي راح يلعب ضد نيوكاسل يونايتد. فهي طريقة اليوفا بدور ال16. فبنسحب، راح نحطها ضمن هذا الوعاء الفارغ اللي ما فيه شيء. نحطها ونشوف مين خصم باريس سان جيرمان. برشلونة خصم باريس سان جيرمان بدور ال16 حسب القرعة اللي أنا سحبتها. راح يكون عندنا هاي المواجهة، وبالتالي نيوكاسل راح يلعب ضد
تشيلسي بمواجهة إنجليزية فتطلع الثمان مباريات بطريقة سهلة لليوفي حتى ما يصير أخطاء، لأنه هي حددت معيار دور 16 مسبقا بحسب نظام البطولة الجديد. فنرجع نذكر المباريات حسب ما انتهى القرعة. برشلونة بيلعب ضد باريس، تشيلسي بيلعب ضد نيوكاسل بمباراة إنجليزية الأطراف، لشبونة بيلعب ضد ريال مدريد، مانشستر سيتي بيلعب ضد بودو جليمنت، أتلتيكو مدريد بيلعب ضد ليفربول، مباراة كررت كتير، أتلانتا اللي فاز مؤخرا وأقصى دورتموند الفريق الألماني بيلعب ضد فريق ألماني مرة أخرى، أرسنال ضد باير ليفركوزن فريق إنجليزي ضد ألماني، مواجهة راح تكون ممتازة. توتنهام بيلعب ضد جالاتاسراي، اعتقد مباراه متقاربه، حتى يعني طبعا حسب القرعه اللي انا سحبتها، انا ما عم احكي عن شيء رسمي صار، وهذا الشيء ممكن ولا مباراه تزبط، ممكن كل المباريات تزبط. ف هذا حسب سحب اليوفي. هاي الطريقه كثير ناس كانت معقده الامور بشرحها، فانا سحبتها على طريق قرعه. التوقع لهاي المباريات انا راح اكتب المباريات اللي توقعتها ضمن الصورة وتشوفوها، ونستنى سحب القرعة يوم الجمعة الساعة 2 ونشوف أي مباراة زبطت وأي مباراة لا. فأي مواجهة تتمنوها اكتبوا لنا بالتعليقات، ونشوفكم بفيديوهات جديدة. إلى اللقاء.